الاهلي والزمالك والفتنه اللي شغاله يا ترى جايه لنا من اهلينا في مصر ولا جايه لنا من بره؟ الفتنه اللي شد الغل والحقد على كل فريق، دول فيهم شويه يعني عايزين ينسفوا بدول اسفل السافلين، ودول فيهم شويه عايزين ينسفوا بدول اسفل السافلين. بس دي عشان تبقى فاهم، فتنه، والفتنة أشد من البركان اللي ورانا ده. خدوا بالكوا يا ناس يا عالم، الشباب الصغير اللي بيتساق ورا أي كلام رايح، والزمالك لازم يتغلب ويعني والأهلي لازم يولع فيه وكل الكلام ده. دي فتنة. إن بتفضل كده تحت القش كده، أيدة كده أهو. فلازم الناس تاخد بالها أولا، لا الفريق ده ولا الفريق ده. اغلب الناس من اللي بتشجع كرة القدم ما بتعرفش تلعبها، بس هي ايه، بيضيع وقت فراغه. هيعمل ايه؟ اهلي زمالك نيلة بلا ازرق ده، يعني ما عندكش انت اساسا، ما عندكش حاجة حلوة ذو قيمة تقدر تعملها، فبالتالي متساق ورا اصل انا بشجع الاهلي وانا بشجع الزمالك. طب شجع دينك يا بني ادم، شجع صلاتك يا جدعان. انما فين؟ هتقول لي مين؟ شياطين بتمشي ورا الحكايات دي. خدوا بالكم الكلام، عشان الفتنة دي شغالة او بتزيد. هي دلوقتي النار في الهشيم، متدارية، انما ممكن تنطلق. هتاخدوا بالكم ولا ما ناخدش بالنا ونقعد زي تنابلة السلطان ويضحكوا علينا شوية رعاع؟ ها، لازم تبقى تشغل الفهامة دي انت وهي ده البنات كمان والنسوان يا اخويا بيشجعوا، قال يعني خلاص هم لعيبة وبيلعبوا كورة. اتقوا الله، شجعوا قيمكم، شجعوا اخلاقكم، ما تشجعوليش حكاية. شجعوا الفريق القومي، شجعوا مصر. انما انتوا بتتساقوا. نصيبة ان احنا الشعوب العربية بتتساق زي انتوا عارفين، زي البهايم، زي الغنم. بننساه، يدسولنا شويه سم في العسل واحنا نشربهم واخر جمال ونحط رجل على رجل. اتقوا الله وخدوا بالكم اللي بيحصل. تاني فتنة، الفتنة اللي هي شغالة دلوقتي على السوريين والسودانيين والليبيين، المغتربين اللي قاعدين في مصر. اولا احنا ملناش فيه. الحكومة اللي المفروض تشتغل زي ما كانت تركيا قبضت عليهم، على السوريين وعلى الفلسطينيين وعلى الناس دي قبضت. احنا نقول للقادة بتوعنا، نقول للوزراء، نقول للقائد بتاعنا، لا احنا لازم تروح الاتحاد الاوروبي، تروح مجلس الامن تجيب لنا فلوس للناس دي. ازاي بقى؟ ما اعرفش، ما تتكسفوش. طول عمرنا احنا ذو كرم وذو مبادئ وذو كل حاجة، فمش نافعة الحكاية دي. لا، لازم نقرص الناس دي. هم اللي انتوا فاهمين ايه؟ لازم تشتغلوا انتوا كمان، ما تسيبوناش كده للتهلكة والفتنة تشتغل، واللي بيقع فيها ايه؟ اللي بيقع فيها الشعب. لازم الناس بتاعتنا تشتغل. تحياتي لكل الناس، ونهاركم ابيض وجميل، وابعدوا عن الفتنة وخدوا بالكم منها كويس قوي.